في ليلة من الليالي في حريقة كبيرة حصلت في بيت عائلة سودر. الأب والأم و4 من أطفالهم ال9 بس اللي نجوا من الحريقة، بس باقي الأطفال ال5 ما نجوش من الحريقة. والعجيب في الموضوع إن بعد ما سيطروا على الحريقة ملقوش أي آثار أو بقايا للأطفال ال5، لا عظم ولا جثث محروقة ولا أي حاجة خالص. وبعد الليلة دي ناس كتير فضلت تقول في نظريات بتوضح مصير أطفال عائلة سودر واختفوا فين. عاوزين تعرفوا أكتر؟ تابعوا الفيديو للآخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. في ليلة عيد الميلاد سنة 1945 في بيت خشبي متكون من 3 طوابق في مزرعة ريفية في ولاية فرجينيا في أمريكا، كانت عيلة سودر بيحتفلوا بليلة عيد الميلاد، وبعدها على طول كله راح ينام. وبعد فترة صغيرة صحيت الأم وشمت ريحة دخان ولقت الحريقة، وفضلت تصرخ وتصحي جوزها وجريوا بسرعة علشان ينقذوا أطفالهم، وعرفوا ينقذوا 4 بس منهم واللي كانوا موجودين في نفس الدور بتاعهم. بس باقي الأطفال اللي كانوا موجودين في الدور اللي فوقيهم معرفوش ينقذوهم، وعشان كده كان من الصعب عليهم ينقذوهم من النار، وكانت النار ماسكة في السلم اللي بيودي على فوق. وفي الدور الأرضي حاولوا الوالدين إنهم يتصلوا بالمطافي، بس التليفون ما كانش شغال بالرغم من إنه كان شغال عادي قبل كده. وحاول الأب جورج إنه يتسلق البيت من بره وينقذهم من الشبابيك، وفضل يتسلق البيت وهو رجليه حافية، واستحمل لحد ما وصل ونادى على طفل من أطفاله وقال له يروح يجيب ليه السلم اللي موجود في بيتهم من ورا. لكن لما راح الطفل ملقيش أي سلم بالرغم من إنه كان موجود قبل كده. نزل الأب وراح لشاحنتين هو كان بيملكهم وحاول يسوقهم ويحطهم تحت الشباك علشان ينقذ أطفاله، لكن للأسف ولا واحدة من الاتنين رضيوا يشتغلوا وقتها. كل حاجة محتاجينها علشان ينقذوا الأطفال يا ما بيلاقوهاش يا ما بتبقاش شغالة. باقي العيلة حسوا باليأس في إنهم ينقذوا الأطفال اللي جوه البيت، وفضلوا يشوفوا البيت وهو بيتحرق بالكامل وهم عاجزين عن فعل أي شيء. بعد مدة وصلت المطافي الساعة 8 الصبح وكان البيت كله اتحرق خلاص. فضلوا يدوروا على ال5 أطفال لكنهم معرفوش يلاقوا أي أثر ليهم أبدا ولا حتى عظمهم. وواحد من رجال المطافي كان يقرب للعيلة دي وفضل إنه يقول لهم على الحقيقة وإنهم ما لقيوش أي أثر لل5 أطفال. وده طبعا اللي خلى الأم والأب في حيرة، إزاي مفيش أثر وهم كانوا متأكدين إنهم جوه البيت. في أقوال بتقول إن رجال المطافي قدروا إنهم يلاقوا عظم وبقايا الأعضاء البشرية، لكنهم فضلوا إنهم ما يقولوش حاجة للعيلة علشان ما يسببوش ليهم ألم أكتر من اللي حاسين. يوم 30 ديسمبر طلع 5 شهادات وفاة ل5 أطفال ومكتوب فيها سبب الوفاة هو الاختناق من دخان الحريق. والجنازة كانت في 2 يناير وشارك في الجنازة ال4 أطفال والأم والأب امتنعوا عن الحضور. اتقال إن سبب الحريق هو مشكلة في الكهرباء، لكن الأب جورج كذب التقرير وقال إنه بيفحص أسلاك الكهرباء في البيت بشكل دوري وإنه متأكد إنها كانت سليمة مفيهاش أي حاجة. في نظريات كتير اتقالت عن الحادثة وعن سبب اختفاء الأطفال، منها مثلا إن المافيا الإيطالية هي اللي خطفت ال5 أطفال بنية الانتقام من الأب جورج اللي انتقد القائد موسوليني والحكومة الإيطالية الفاشية. وفي اللي قال إن ال5 أطفال قرروا يهربوا من البيت وهم اللي افتعلوا الحريق. وقال الأب جورج مادام سبب الحريق مشكلة في الكهرباء، ليه شجرة عيد الميلاد كانت شغالة في وقت الحريق؟ والسلم ليه ما كانش موجود في مكانه وكان موجود على بعد 23 متر من البيت؟ وليه التليفون اتعطل فجأة؟ وقال الابن الأكبر لعائلة سودر إنه كان في عربية غريبة موجود فيها ناس غريبة كانت بتراقب البيت قبل أيام من الحادثة. وفي النهاية لسه عائلة سودر مؤمنة إن أطفالهم عايشين وموجودين في مكان ما في العالم، ولحد دلوقتي محدش يعرف الأطفال اختفوا فين ولا هم عايشين ولا ميتين. ولحد دلوقتي إخواتهم ال4 بيدوروا على إخواتهم ال5، وفي بانر كبير لصورهم موجودة لحد دلوقتي في ولاية فرجينيا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.